كل من يشوف الشيب ها شيب قال ما يدري بيض تصير هامات الجبال. ولا بالصخر والقل ما يتشاوجها شبيه. بالصخر والقل ماي بالصخر والقل ما يتشاوجها كشبيه. مغيم ولا صح يوم نقطة ندى عليه. انه اول ما طلعت التليفونات كان انه نتواصل ويا العالم من خلال التليفون. فليلة من الليالي دق علي ولد رقمه اثير السلام عليكم سيدنا. قلت وعليكم السلام. قال انا خادمك محمد من اهل الديوانيه على راس ابو جاسم. قال له سيد انا احب الدارمي. قلت له ابو جاسم بخدم تكشيفي اليوميه اودي لك دارمي. فصار صديقي يعني قمت اعرف نغمه صوته اذا كان حزين او عنده مشكله. ورا فتره خابرني قال سيد بس لك خطبت البنيه. قلت له على الخير وعلى البركه ابو جاسم ان شاء الله اتوصل لك واتبارك لك. قال سيد انا فرحان مو بالبنيه. قلت له قال البنيه تتذوق الدارم وتتذوقك انت بالذات. وشكله تذم علي لا يجي بيت من سيد مهدي حتى لو الاربعه الصبح تودي لي. صار استمرينا على هاي. ورا فتره صادفت يوم خميس العصر دق علي يا محمد السلام عليكم سيدنا. قلت له ابو جاسم. صوت محمد مال البيت محترق يعني فد مصيبه كبيره عنده. وفعلا كان الوضع لانه مو تمام. قلت له محمد هيا هالديوانيه مو بعيد علي لو ابيع لك واحد من اولادي. قال سيد مو هاي يا ريت مشكله يا ريت خير. قال خطيبتي قبل اسبوع اخوي الصغير واخوها تعاركوا وقام ابوها فسخ الخطوبه. قال هاي مو مشكله. يقول احنا بينه وبين بيتها قبالي. قال الطاهله بن خالتها حلاق ومدقدق ومخربط. قال هم ما عنده مشكله لان لا بتعم ولا بتخالي. قال المشكله سيد هسه انا واقف بالباب وتعدت فيها رجلها العريس يدقونه وترقص قدامي. قلت له تليفونها عندك؟ قال لي. قلت له الخط مفتوح. قال لي ترى حودي لك بيت دارمي ان شاء الله اليوم اسوي حداد مو عرس. فوديت له بيت دارمي. قلت لها تحمرت وانا شفاي خلص فين العظ. حمرت وانا شفاي خلص فين العظ. عفت البخت وياش لو عافك الحظ.